السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنعمل طاجن خضار مشكل بالفراخ بطريقة سهلة جدا في الفرن. كله مشوي في الفرن، نبعد بقى عن الزيت وغلو الزيت. نبدأ بقى الطريقة يا حبايبي، سهلة جدا. هنا طبعا بوريكم الرز، تمام، وهو مستوي. رز حبة وحبة، والأكل بعد ما استوى. نشوف بقى العظمة والشكل الجميل ده عملناه ازاي. نبدأ بقى بالطريقة. هنا عندي خضار مشكل، تمام، عبارة عن بسلة وجزر وكوسة. عايزة تحطي بطاطس حطي، فاصوليا خضراء حطي براحتك. وعندي طبعا هنا الفرخة متقطعة 4 أجزاء. عندي طبعا الوركين وعندي الصدرين، تمام. وعندي هنا البصل والصلصة وبهارات لحمة أو بهارات فراخ اللي انت عايزاه، وتوم ومكعب مرق، وطبعا كوباية المية اللي هتحطيها عليها عشان السوا. هنبدأ مع بعض. بسم الله. هنحط هنا الخضار اللي هو الكوسة والجزر والبسلة والفاصوليا الخضراء، تمام. كله على بعض ني زي ما بيقولوا، مش هشوح حاجة على البوتاجاز عشان يبقى خفيف. وهحط عليه البهارات مع البصل مع الصلصة، كله على بعضه، تمام اهو. وهقلب كويس، وهحط مكعب المرق اهو، تمام، مكعب المرق على الخضار الجميل ده، ونقلب بقى كله مع بعض اهو. طريقة سهلة وخفيفة علشان كله هيتحط في الفرن ومش متعبة، تمام. بعد كده بقى طبعا الفراخ بعد ما بتغسليها كويس بالملح والخل والليمون، بتحطيها بقى على الخضار الجميل ده اهو كده. طبعا انت بتقطعي الفرخة زي ما انت عايزة، 8 قطع 10 قطع زي ما انت عايزة، 4 قطع، انا هنا عاملاها 4 قطع، تمام اهو. بحط بقى عليها الخضار علشان تاخد من طعم الخضار بالبهارات اللي احنا حطيناه اهو. وبعد كده رصيته، وهحط بقى بعد كده معلقة الصلصة مع كوباية المية اهي. حطيت كوباية المية عشان لسه الطاجن هيدخل الفرن. ونحط فوق الوش معلقة السمنة، طبعا عندك سمنة عندك زبدة اللي انت عايزاه، بس المهم يا سمنة يا زبدة عشان يدي طبقة كده خارجية حلوة ومحمرة زي اللي انتوا شفتوها، وطعم طبعا. ونحط بقى معلقة الصلصة فوق الوش كده، تمام، برضو عشان يديني اللون الجميل بتاع الفراخ المشوية. طريقة سهلة جدا يا بنات، عايزاكم تجربوها. اي نوع خضار عندك تعمليه بالطريقة دي، ني في ني وفي الفرن، ولا زيت ولا تشوحي بصلة وتبقى تقيلة. بصوا بقى الجمال بعد ما دخل الفرن، بصوا المنظر والطعم روعة وخطير. مكعب كمان المرق مع الفراخ مع البهارات مع الخضار بقى المشكل خطير. نيجي بقى للرز الجميل ده اللي هو حبة وحبة، هبقى هعمله لكم في فيديو تاني، تمام. هنا بقى اطلع اهو الخضار على الرز الجميل ده. بصوا بقى الجمال متسبك ازاي، كله مشوي في الفرن. لقيتي الطاجن عندك او الصينيه عندك الصوص بتاعها نشف ولسه حاسه ان الفراخ نيه او خضار ني، حطي تاني شويه ميه بسيطه خالص، تفضلي تحطي في الميه لحد ما يستوي. بصوا بقى الجمال، الرز مفرفر ازاي، حبه وحبه سال خالص. بتحمري شويه رز بتخلي لونه كده جلد فاتح ذهبي فاتح خالص زي لسان عصفور. وبعد كده بتحطي بقيه الرز بتاعك وتقلبي كويس. وبعد كده بتحطي الميه بتاعتك مع مكعب مرق والملح
وكل ده طبعا بتشوحيه في الزيت مع السمنة. ماشي يا حبايبي، طريقة سهلة جدا لعمايل الرز، والطعم بيبقى روعة وبيبقى حرش زي اكنك بتعمليه بشعرية او بتعمليه بلسان عصفور. ارجو اللايك والشير والكومنتات الحلوة يا حبايب قلبي، ربنا ما يحرمني منكم ابدا. شرفتوني والله ونورتوني يا حبايبي القدام وحبايبي الجدد اللي لسه بيخشوا في القناة وبيعملوا لايكات وشير واشتراكات. ربنا يخليكم ليا يا حبايب قلبي، وكل سنة وانتم طيبين بحلول شهر رمضان. يا رب يا رب يعود علينا بالخير واليمن والبركات يا حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.